السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكم جميعا. طبعا كلنا شفنا امبارح مباراة بالميراس مع بورتو البرتغالي والتي انتهت بالتعادل 0-0، وشفت مدى القتال والجدية ولعب الكرة الحقيقي شاهدناه في هذه المباراة، وفارق شاسع جدا جدا بين المباراة الأولى في نفس المجموعة بين الأهلي ونادي انتر ميامي الأمريكي. يعني كان موضوع لا يمت لكرة القدم بأي صلة. إن شاء الله طبعا الأهلي هيقابل نادي بالميراس يوم الخميس القادم الساعة 7 مساء إن شاء الله، وكلنا ورا الأهلي وتمنياتنا بالتوفيق لنادي بالميراس. طبعا كان من ضمن الحاجات المضحكة جدا فريق اوكلاند سيتي والذي تلقى 10 أهداف من فريق بايرن ميونخ، وطبعا كلنا شاهدنا المباراة وشفنا 10 أهداف وكأن يعني حصة تدريبية لهذا النادي. ادي كأس العالم، وطبعا زي ما فيها ناس كبار فيها ناس ضعاف وأقلية، والأقلية دايما كمان عايزين الدفع وعايزين المساندة وعايزين الدولة كلها تقف وراهم وعايزين وعايزين وعايزين. ليه؟ لأن هم أساسا وحدهم لن يفعلوا شيء إذا ما كانش وراهم تحكيم وفار ودولة ورعاية وكل هذه الأشياء. لا، ما ينفعش هذا النادي ده. الحقيقة لازم يكون يعني كل فرد متأكد من هذا الكلام تماما. ده الواقع. لازم الوزير يروح ولازم الوزير يودع ولازم الوزير يهني ولازم الوزير يبارك. ليه يا جماعة؟ أصل احنا رحنا كأس العالم وده الواقع المرير. ما هو زي ما انت هناك زي ما اوكلاند سيتي هناك بال10 بياخد، ممكن هو خد ال10 في مباراة، ممكن انت بإذن الله تاخد ال10 في مباراتين. كل شيء وارد إن شاء الله. وعموما تمنياتنا لنادي بالميراس رغم ان احنا طبعا كلنا واقفين ورا الاهلي. عموما تعالوا نشوف معانا ايه النهارده، لان الحلقه دسمه مليئه باشياء كثيره جدا. احبائي عشاق نادينا الملكي، عشاق نادي القرن الحقيقي، عشاق نادي الزمالك العظيم، اهلا ومرحبا بكم. ومعاكم حسين خضر وحلقه جديده بقناتكم حائط صد زملكاوي. معانا ايه النهارده يا جماعه؟ قرارات ناريه لمجلس اداره نادي الزمالك تحسم كل الامور، وطبعا كوميديا المنيسي وحرب الوزير الشعواء والمدير الفني الجديد لنادي الزمالك والسوليه في الزمالك، وأمور كثيرة جدا سوف نتناولها من خلال حلقتنا اليوم. بس رجاء من حضراتكم دائما دعم القناة باللايك والشير، مهم جدا جدا يا جماعة علشان صوتي يوصل لأكبر قدر من الناس كمان. وده حاجة أنا بقولها مرة واحدة، يعني مش كل فترة بعمل زي الإخوة. طيب صلي على النبي، يلا لايك وشير وصلي. ما بقولش الكلام ده، انا بنقولها مره واحده لاخواننا الافاضل علشان خاطر الزملكاويه يقفوا ويدعموا هذه القناه، وكمان الاخوه المحترمين الافاضل اللي بيشرفوني لاول مره الاشتراك في القناه وتفعيل جرس التنبيهات. والتعليقات مهمه جدا جدا، وبسعد كمان حتى بالاهلاويه اللي بيجوا اللي هم المحترمين اللي بيتكلموا بأسلوب منطقي. دايما طبعا صدري واسع للجميع، وأهلا بهم وأهلا بمن ذهب وعاد وهو عارف مين نفسه كويس، الأستاذ علاء. وتمنياتي للجميع بالتوفيق إن شاء الله. تعالوا بقى نروح نشوف معانا إيه النهاردة، وأمور كثيرة جدا نتناولها بالتفصيل إن شاء الله. طبعا يعني عايز أبدأ معاك بكوميديا المنيسي. ناس يعني طبعا شغال الله ينور، وامور يعني بيتكلموا كلام فارغ وتافه، وبما ان حائط صد لنادي الزمالك وحائط صد زملكاوي فلازم طبعا ندافع عن نادينا الحبيب ضد الشرذمه
القذرة التي تحاول النيل من نادي الزمالك. عموما المنيسي طلع وبيقول ايه؟ الناس بتقول ان فيه ازمة كوميديا في مصر، وان مفيش افلام اتعملت حتى في داخل الوطن العربي، بس انا شايف غير كده. هو في كوميديا ان يطلع صحفي على قناة الزمالك ويقول ان كاس العالم للأندية انضر بسبب عدم مشاركة الزمالك في المسابقة؟ في البداية طبعا أنا ما أعرفش هل هذا الكلام صح أم خطأ، لأن من فترة طويلة أنا لا أشاهد قناة نادي الزمالك. ولكن عايز أسأل سؤال، أنت مال أهلك؟ يعني هو جاب يعني الكلام ده كله جاب سيرة الأهلي في حاجة؟ ما يهمنيش هو قال إيه. وبعدين جماهير الزمالك فعلا عدم وجودها في أي محفل رياضي يضر هذا المحفل، ده شيء متفق عليه تماما. لان يعني وان يعني شخصا عند رب يعني من اللي موجودين دول بألف من الجماعه اللي هم القطيع اللي بيشجعوا دون وعي. فطبعا وعدم وجود الزمالك في هذه البطوله وجماهيره العظيمه الغفيره فعلا يضر باي محفل رياض، اي محفل رياض. طالما ما فيش جمهور الزمالك الواعي الناضج ده اكيد هيضر بأي محفل رياضي. ولكن أنا هسيبني من هذا الموضوع. لا، من ناحية أنا متفق معاك إن مين قال إن مفيش كوميديا في مصر؟ لا، زي ما أنت قلت بالظبط، الكوميديا مالية مصر، وخاصة الكوميديا الرياضية. كوميديا بحق موجودة داخل مصر وكثيرة جدا جدا. يعني أما تيجي تشوف فرق، يعني عندنا 18 نادي في الدوري الممتاز، 17 نادي بتطبق عليهم اللائحة، وإذا طبعا انسحب نادي بتتخصم منه ال6 نقاط. ولما النادي ال18 ده ينسحب من مباراة تتغير اللوائح ويطلع قرارات جديدة ونقول لا خلي 3 هنا و3 هنا. دي مش كوميديا؟ هي كوميديا، بس كوميديا سوداء، انك انت تدهس القوانين واللوائح بقدمك. لا، كوميديا سوداء 1,000,000%. والناس العقلاء داخل النادي الاهلي او من مشجعي النادي الاهلي قال لك لا حرام اللي بيحصل، ده قله ادب. احنا كده بتقولوا لكل الناس ان بطولاتنا حرام. دي مش كوميديا؟ كوميديا ان احنا الفريق تعادل مع سابع الدوري الامريكي اللي هو مفيش دوري اساسا. وزي ما قلت لكم يعني ايه، فرق الصحاب كل واحد جمع كده وبتاع وبنلعب، لان ماشيه اللعبه الاولى في امريكا. وبالرغم من كده رحت اتهنت هناك قصاد هذا الفريق السابع في الدوري الامريكي، وعايز الناس تهنيك وتقول لك مبروك عليك التعادل. هي دي مش كوميديا سوداء؟ لا، الكوميديا موجوده. الكوميديا بتاعت الكباري، وكوميديا التحكيم، وكوميديا الفار، وكوميديا اتحاد الكرة، وكوميديا الرابطة. لا، ده احنا عايشين في مسرح من الكوميديا يا منيسي. وبمناسبة الكوميديا بقى اروح بقى على قمة الكوميديا. قمة الكوميديا اللي موجودة حاليا دلوقتي، والحرب الممنهجة على الوزير. اوعى تفتكر ان هما الحرب ديت يعني ملهاش جذور. لا، ده لها جذور، وجذور قوية جدا جدا. الوزير ما راحش يودع الفريق. يودعوا فين يا ابني؟ يودعوا فين؟ انا عايز افهم. هو ده عيل طفل صغير مودينه الحضانة، لازم حد يروح يسلمه هناك للحضانة، ولما يجي الميعاد نروح نجيبه من هناك؟ انا عايز افهمها ديت. يعني ايه اودعه؟ طب الاهلي راح على كذا دفعه، كل دفعه بقى اروح اودعها؟ اصل الاهلي راح يتودع. طب ما تشوف لي اي دوله من ال 32 ال 31 دوله اللي موجودين، مين الوزير اللي راح ودع الفرقه بتاعته وهي مسافره؟ اذا حضر اي وزير هناك ده يعني عادي، دي مش مشكله حضور، انما وداع ايه؟
فطبعا كان طلع بقى وفضلنا نتكلم ونهري في هذا المجال، وطلع الواد جاموسه اللي انتوا عارفينه ابو قفا عريض ده، ها، وانتوا عارفين يعني اي حد عايز تقول له انت غبي ده كنايه، يعني ما بتقولوش انت غبي مباشره، فكنايه الغبي ايه؟ القفا العريض، ده معناه انه يتمتع بكميه غباء كبيره جدا. فصاحب القفا العريض جاموسه ده، ها، طالع يتغزل في الاهلي واللي عمله الاهلي، والاهلي مشرف والاهلي عامل والاهلي مسوي، والقطيع بيسمع، القطيع بيسمع ويصدق. تخيل جاموسه بتجعر والكل ايه؟ قاعد يا سلام عليكي وانت بتغني وبتلحني، كأنه عايش مع الست ام كلثوم في الستينات والسبعينات، ها، وهي عماله تجدو بقصائدها. يعني هو طبعا هم دول بيتغنوا الان او بيحاولوا انهم يبقوا قاعدين كده ممزجين، والجاموسه بتجعر، وهو ده الشدو بتاعهم والغنى بتاعهم. اما يطلع جاموسه ده ويتكلم بهذا الاسلوب. لا بقى سيبك من الجاموسه بقى، وتعالى بقى نروح لخير رمضان. وطبعا زي ما قلت كلهم سابوا التوك شو والعمل الاساسي لهذه البرامج، ان هي يعني بتلقي الضوء وبتجيب حلول لمشاكل اقتصاديه، مشاكل سياسيه، بتشوف البلد امورها ايه، والحروب والحدود بتاعتنا اخبارها ايه. لا سيبنا كل ده وجايين عشان نتكلم على الاهلي. زي عادل امام كده في احد مسرحياته بيقول لك ده الطقم الصيني ده مضى عليه نابليون بونابرت. قال لك نابليون بونابرت ساب الحروب وساب الدنيا كلها وقعد يمضي على الاطباق. هو كده بالظبط، سيبنا كل المشاكل وسيبنا كل الدنيا والدنيا معجونه بجد، ورايحين نتكلم على وزير الشباب والرياضه. ليه؟ لان في هدف هم يعني بيخططوا له وكده. واللي بشوفه اللي بيحصل للوزير بقول والله كان الله في عونك يا مرتضى اللي سحلهم وجابهم ارض. طبعا تشوف الحرب عليه كانت هتبقى ازاي. انما الوزير لمجرد ان هو ما قالهمش باي 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 يا ولد، باي باي يا ايه ده، باي باي يا زيزو، حتى زيزو راح في فتره تانيه كمان، ها، ايه يعني ما قالهمش باي باي؟ يعني ايه ما قالهمش باي باي؟ فطبعا طلع بقى بدون داعي يقول لك ايه؟ لا يرفع رأس مصر في كرة القدم الا النادي الاهلي. كوميديا دي ولا مش كوميديا؟ انا راضي رأيكم. كوميديا دي ولا مش كوميديا؟ كوميديا سوداء. وكأن منتخب مصر ده ونادي الزمالك بقيمته وقامته وعراقته، لا دول لا. ليه؟ لانه بيحاربوا عايزينه يوصل لهذه المرحله. ومنتخب مصر اللي بتتلغي له الاجنده الدوليه وبيتراجع تصنيفه عشان خاطر هذا النادي الاحمق. ونقول ايه؟ لا يرفع راس مصر الا النادي الاهلي. هذه حقيقه لو تجاهلها السيد اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، والذي لم يكلف نفسه عناء الذهاب مره لتوديع الفريق او الاتصال به لمتابعه. يعني ايه توديع؟ يعني ايه هو هيودعهم المسام الاخير يا ابني؟ وايه الوداع ده؟ انا مش فاهمه يعني، لحد دلوقتي مش فاهمه. وطالعين بقى يتشدقوا بواحد في الشباب والرياضه او اللي ماسك لجنه الشباب والرياضه في مجلس الشعب اسمه محمود حسين، انه يعني خلاص انه ما بعت برقيه للنادي الاهلي. شفتوا بقى انا محمود حسين بيقول كذا، انما وزير الشباب والرياضه لا، ما عملهاش، ما ودعش. او التهنئه. طب يهنيه اللي عليه بقى؟ تعادل؟ ده انت تعادلت مع اضعف فرق المجموعه، يعني خلاص راسك جت الارض لشحذ همته بعد المباراه العظيمه الذي قدمها بالامس امام فريق كبير مثل انتر ميامي.
والنبي ما انتش مكسوف من نفسك وانت بتقول الكلام ده؟ ها؟ اللي عمل مباراة عظيمة امام فريق كبير هو انتر ميامي، وعشان يعني ما انتر ميامي بيلعب فيه ميسي. يا جماعة ميسي خلاص اعتزل، ميسي بيلعب وهو واقف، سواريز بيلعب وهو واقف، سيرجيو بوسكيت بيلعب وهو واقف، حتى جوردي ألبا كمان ما كانش بيلعب. انتوا بتلعبوا فرقه واقفه كده لدرجه انك انت تلعب الكره من منطقه الدفاع بتاعتك بتكون منفرد بمرمى الخصم. هو انتوا يعني دماغكم راحت فين؟ فطبعا ده كلامه امام فريق كبير مثل انتر ميامي. وزير الشباب والرياضه لا يحب اداره الاهلي. دي بقى بطلوا ده واسمعوا ده. وزير الشباب والرياضه اللي اي حدث، اي حاجه هايفه داخل النادي الاهلي كان بيروح وزير الشباب والرياضه. ما راحش فتح جراج عندكم، ما راحش الخطيب وهو عيان، ما عملش الخطيب. ايه يا جماعه في ايه؟ انما لو انا جيت اتكلم عن الزمالك لا تعد ولا تحصى. جمد، احبس، احجز، دخل رقابه، دخل ماليات، كل ده بيحصل في نادي الزمالك، وهو قالها صريحه كده. احنا بنحافظ على استقرار الاهلي. فاضل ايه؟ قال لك عند اي النادي الاهلي هناك مخالفات واحنا بنغض الطرف. فاضل ايه تاني يا جماعه يعملوا الوزير؟ ناقص يلبسكوا البامبرز. عموما لا يفرق بين المواقف الشخصيه والمواقف الوطنيه. يتخذ موقفا من اداره الاهلي لانه لا يحب الخطيب. لانه يعني ايه ما بيحبش خطيب؟ يعني ايه ما بيحبش الخطيب؟ يعني ايه يعني؟ يحبه ما يحبوش ان شاء الله محبه، مش مهم الخطيب يحب الخطيب ولا ما يحبوش. وهو الخطيب يعني شخص محبوب يعني قوي يعني عندكم للدرجه دي؟ ايه ده؟ والمواقف الوطنيه يتخذ موقفا من اداره الاهلي لانه لا يحب الخطيب لانه يرى وقد يكون محقا ان اداره الاهلي وضعته اكثر من مره في مازق. ما تقول لنا ايه المآزق اللي حطوه فيها النادي الاهلي يا حبيبي؟ ده انتوا يعني عملتوا مصيبه في عايزين حكام اجانب. هو الوحيد برغم عدم اختصاصه راح يجري عشان يجيب لكم حكام من السعوديه. هو ده الوزير. لكن هل هذا يعني ان تتنازل عن دورك السياسي؟ اي سياسه؟ اي سياسه؟ انت موظف يا سياده الوزير، انت تمثل الحكومه المصريه، انت كنت بتقابل اي حد جايب ميداليه وجاي. انت عندك فريق لاول مره في العالم يشارك في بطوله هذه الاولى من نوعها في العالم، هو الذي يمثل مصر ويرفع علم مصر. يعني عمل لك ايه؟ وانت رحت جبت ميداليه وجيت؟ مش اما تيجي اما تشيل شويه اهداف حلوين كده وتكتر الغله بتاعتك وتبقى سلتك مليانه يبقى يطلع يقابلك يا اخي يقول لك مبروك على 10 اهداف اللي دخلوا، مبروك على اي اهداف دخلت، مبروك. يعني ما خلاص ما تستعجلوش. ده على يوم 25 26 هيروح يقابلهم في المطار ان شاء الله، ما فيهاش مشكله يعني. انت موجود وليفربول مش موجود. طب ايه يعني؟ طب ما هو اوكلاند سيتي موجود وليفربول مش موجود. ما انا عارف ما هو انت واوكلاند سيتي في كفه واحده يا حبيبي. بس ان كنت انت تتفوق عن اوكلاند سيتي رغم هزيمته بال10 انما انت سلتك مليانه اكتر. انت موجود وفرق عظيمه كبيره مش موجود. ايوه صح، انت موجود وفرق عظيمه كبيره مش موجود. انت موجود والزمالك مش موجود عشان القرف اللي بيحصل هنا داخل مصر والمحاربه في كل شيء حتى في مجلس ادارته، وتنيم مجلس اداره وتعزله كده. عشان كده فرق عظيمه مش موجود. ويمكن هي دي الكلمه اللي اتقالت صح، في فريق عظيم مش موجود. ليه؟ لانه بيتحارب في بلده. مش بنقول له باي 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 يا اهلي. ها كوميديا دي ولا مش كوميديا يا منيسي؟ طب ما علينا.
يا سيادة الوزير اعمل شغلك، وشغلك انك تتابع فريق مصري بيرفع علم مصر، لكن عدم الفصل بين الانتماء وبين الانتماءات الشخصية هذا أسلوب لا يليق بوزير الشباب والرياضة المصرية أبدا. ده كلام ملوش أي محل من الإعراب. عشان كل ده عشان إيه؟ ما قالوش باي باي يا أهلي، باي باي يا مرتاجي، مع السلامة يا مرتاجي يا نكساجي، مع السلامة يا نكساجي يا ابن النكساجي. هو ده اللي انتوا كنتوا عايزينه؟ يا شيء أحسن. طلع مدحت العدل بأسلوب راقي ومحترم، قال لك حملة ممنهجة، لأن الكلام ده أنا اتكلمت فيه بقالي فترات طويلة، عمال أتكلم فيه وحرب ضد الوزير. خلي بالك إن الحرب ديت لها أساسات كبيرة. ليه؟ احنا اهو مجرد احنا بنقول لك اهو انت ما قلت لهمش باي باي يبقى في مصيبه، يعني بيبقى بنعمل فيك يعني في الاعلام، هنمسحك في الاعلام. فاوعى تفكر او تسول لك نفسك انك انت تنزل جهات تفتيش داخل النادي الاهلي، لان لو دخل تفتيش داخل النادي الاهلي بلاوي ومصايب جوه النادي الاهلي، عشان الوزير دايما بيغض الطرف، ها، وعشان قانون الرياضه، قانون الرياضه فيه كلام مش عشان الخطيب 8 سنوات ما يقعد، ولا لو اتعامل صح ولا الخطيب ده له اي قيمه. والله العظيم 3 لو الامور مشيت بالعدل وبالقسطاس الخطيب ده لا يفقه شيء. عادي يقعد 8 سنين، ان شاء الله يقعد 100 سنه. انما الموضوع هيدخل فيه استثمارات وفي الجانب الاستثماري للانديه، ده شيء يضر بمصالح النادي الاهلي، لانه عايز يتنه هو اللي موجود على الساحه. سيبك من حكايه 8 سنين والكلام اللي هم بيقولوه ده، ملوش اي قيمه والله. ده يعني غلاف يتستروا وراءه، واللعب كله على الاستثمار، واللعب كله على عدم دخول هيئات تفتيش ماليه على النادي الاهلي. بجيب لك من الاخر. فمدحت العدل قال حمله ممنهجه ضد وزير الرياضه، ده حقيقه حقيقه. اما تلاقي السوشيال ميديا كلها شغاله بقى لها فتره في هذا في الوداع، ويطلع على شاشات التلفزيون العامه وبرامج التوك شو يقولوا نفس الكلام، تبقى ايه؟ تبقى ايه؟ فحمله ممنهجه ضد وزير الرياضه اشرف صبحي يقودها اعلامي متطرف ومتعصب، وهو محق تماما في منتهى التطرف ومنتهى التعصب للاهلي بشكل مضحك. ايه رايك بقى؟ جينا للكلام اهو يا منيس، اصل انت بتقول مفيش كوميديا، الضحك للركب. لماذا لم يذهب الوزير لوداع الاهلي كانه مسافر للجبهه؟ والله صحيح، ما هو اما اللي مسافر للجبهه يمكن تشوفه يمكن ما تشوفوش، فانت اهو بتسلم عليه يمكن ما يرجعش. ولماذا لم يهنئوا على الفريق السابع في الدوري الامريكي اللي انا لسه بقول لك عليه اهو، الذي هو اصلا ليس بدوري؟ يقول كل هذا ليصل الى مبتغاه البائس ان الوزير لا يحب الاهلي. سبحان الله. فهو وزير مسؤول يقف على مسافة واحدة من الجميع. الوزير يمثل هيبة الدولة. أرجو من خير رمضان أن يتكلم فيما يفهم فيه. ده انت كده حطيته في ركن جامد قوي قوي قوي. يتكلم فيما يفهم فيه، يبقى مش هيتكلم خالص، يبقى مش هيتكلم خالص. هيقول ايه بقى؟ اظن فاهمين.
الإعلام أصبح لا يوازي أبدا الجهد المبذول في تطور هذا الوطن. ده طبعا لما قال الكلام ده طلعوا بقى الكلاب والغوائيين يمسكوا مدحت العدل والوزير، واصله قابل الوزير وعمل ايه يا جماعه؟ قابله عشان يعمل تطوير مسابقه ابداع والتعاون في مسرحيه غنائيه لام كلثوم. ازاي يقابل مدحت العدل؟ مدحت العدل اعظم سيناريست موجود دلوقتي على الساحه، واعظم شاعر غنائي ممكن تلاقيه، وهو الراجل ده اختيار صادف اهله. يقول لك لا، ازاي يخلي مدحت العدل يقوم بهذه المسابقه؟ مش جايز يكون يا جماعه هو زملكاوي ويطرد المواهب الاهلاويه؟ ده عرفكم انتم، ده اللي انتم ماشيين عليه انتم. هو في عمر راجل فنان يقابل طفل مبدع ويقول له لا ده انت اهلاوي؟ ايه القذاره اللي انتوا وصلتوا لها دي؟ حاجه غريبه. يقول لك اشمعنى مدحت العدل؟ ما تجيب مجموعه يا اخي، ما تجيب ناس ومش عارف ايه وبتاع. ليه؟ ما هو مدحت العدل قادر على انه يقوم باي موضوع، واختيار صادف قاله تماما. يعني مدحت العدل كاتب وسيناريست وشاعر غنائي رهيب جدا. انت فين يا عشان تتكلموا عنه؟ حملت المباخر والكلاب اللي عماله تهوهو دي. طبعا خير رمضان ده الكلام اللي بقى فضلوا ضد مدحت العدل عشان قال كلمه حق، انما طلع خير رمضان يرد عليه تاني ويقول لك مدحت العدل رمز التطرف الرياضي، يتهموني انا بالتطرف. احنا عارفين في وزير الرياضه انه لا يحتفي بالنادي الوحيد الذي يشرف الكره المصريه على مستوى العالم. يا اخي ده انتوا ما عندكمش دم، والله ما عندكم دم. النادي الوحيد اللي بيشرف الكره المصريه على مستوى العالم، النادي الوحيد اللي شغال هنا حقن شغاله. ما كانش من احمد دياب، تبقى من ابو ريده، تبقى من لجنه الحكام، تبقى من الفار. حقن هي اللي شغاله. من الاتحاد الافريقي ما يعرفش يمشي من غيرها والله. وتقال له مشرف مستوى العالم. يا راجل عيب ده احنا لغينا اجنده دوليه عشان خاطره. وان كنت اعذر مدحت العدل انه يمر بظروف صعبه بعد ان ترك الابداع وتفرغ للهجوم الكاذب. والله العظيم صدقت يا مدحت يا عدل لما قلت له لازم تتكلم في اللي تفهم فيه، وبكده المفروض ما يطلعش على الشاشه ولا ينطق. وتفرغ للهجوم الكاذب على زيزو. وده زيزو ده كان صح. طب ده لو عملنا العكس كنت انتوا هتعملوا ايه؟ كنت انت يا خيري هتعمل ايه؟ كان زمانك مليت الدنيا صويت وعويل ولي. ده احنا عندنا مجلس نايم محدش بيتكلم. هجوم على زيزو والدفاع عن الوزير لعله يهتم بلاعب جديد يدعوه للتجديد. يا ريتك تتكلم في اللي تفهم فيه، واذا تكلمت فيما تفهم فيه لن نرى لك صوتا. ده الهجوم وده الوضع. ليه؟ لان هم عايزين مفيش جهات رقابيه تخش النادي الاهلي، مفيش استثمار في الرياضه، مفيش كل حاجه. كلنا دعم لهذا النادي اللي خربها في ماتش انتر ميامي، واللي صرفوا المليارات، وبقول مليارات واعنيها، عشان خاطر هذه البطوله الزائفه اللي بيشاركوا فيها زيهم زي اوكلاند سيتي. اروح بقى بسرعه كده قرارات المجلس اداره. طبعا كان المفروض ان مجلس الاداره يجتمع بالامس، ولم يجتمع بعد يعني العوده الحميده والعوده احمد يا حسين يا لبيب لمجلس اداره نادي الزمالك. ولكن فوجئنا طبعا وفاه المغفور له الحاج طارق حسن رحمه الله وتغمده بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته. طبعا والد محمد طارق عضو مجلس اداره نادي الزمالك.
يا اخي ما تروح تعمل العزاء. والزمالك بقى ده مهم جدا جدا، كل الجماهير منتظره قرارات مجلس الاداره، لان كلها منتظره قدوم الفاتح الاول حسين لبيب علشان خاطر نقص الشريط ونبدا مرحله الابداع الجديده في الميركاتو الصيفي. ان هناك يعني قرارات ناريه تنتظر مجلس الاداره، وكلنا طبعا منتظرين المدير الفني الجديد. المدير الفني الجديد بالمناسبه يا جماعه بدأ كلام وهمهمات وتسريبات كده عن طارق مصطفى. كده يبقى احنا بنهرج. طارق مصطفى يبقى احنا بنهرج، وبقولها بعين وصوتي، طارق مصطفى يبقى احنا بنهرج. احنا بدأناها تهريج. ليه؟ طارق مصطفى من الناس اللي هي رفضت تشتغل في نادي الزمالك الفترة السابقة وقبلها أيمن الرمادي. اوعى تنسى دي. أيمن الرمادي اللي هو يفوق طارق مصطفى بمراحل فنيا، ومش عايز بقى أقول أخلاقيا، لأن ده هنعمل مقارنات في هذا الوضع، ولكنه أخلاقيا يتفوق. إن الراجل رفض كل شيء مقابل إن هو يبقى مدرب ولو لساعة واحدة لنادي الزمالك، وقدم كل إبداعاته. فأما الأمور تحتم عليا مدير فني مصري على طول وانا مغمض كده هختار ايمن الرمادي. مش عايز جدال. ده واحد له اطماع وشروط ويطلعوا بقى يتكلموا، وهو قال انا هاخد الدوري ودوري الابطال وبتاع، كلام زي العسل، كلام حلو قوي، انما التنفيذ مر. فاذا كان هناك مدير فني، ولكن ما اعلمه تماما ان هناك يعني زوم ميتنج حصل مع ميدو وزيمباور، مدرب كبير، مدرب فاهم برضه وشغال، ويعني اعتقد ان هم توصلوا الى اتفاقات نهائيه مع زيمباور او المدير الفني البرتغالي. الصفقات، وتم الانتهاء من صفقات كثيرة جدا بالرغم من الصفقات طارت، وده يعني حاجة صعبة جدا. عادل بولبينة اللي طار من نادي الزمالك وراح لنادي الدحيل القطري اللي احنا بقالنا سنتين بنتكلم فيه، وكان ممكن يبقى موجود عندنا في نادي الزمالك. ده يعني اندفع لنادي برادو الجزائري 4 مليون دولار. وقفت انت الصفقة على 200 300 على نسبة مشاركة على كلام فاضي وبوظت الصفقة. نفس الكلام ينطبق على كلمنت مزيزي، ومفيش نادي اخد كلمنت مزيزي، بس طبعا الوكلاء ومش عارف ايه وبتاع، وانما احنا نايمين مجلس النيام. فطبعا حاليا دلوقتي مع النهارده باذن الله هذه القرارات بكل الصفقات اللي الزمالك هيسعى فيها ويخلص فيها مباشرة، والمدير الفني وكمان الناس اللي هتمشي، خاصة وانت اخر ميعاد للفئة الاولى لنادي الزمالك يوم 28/6. عادي ممكن تدخل الفريق كله، ممكن تحط الاسماء كلها وبعد كده تشيل اللي انت عايزه بحيث انك انت تملكه، واللي عايز تسوقه وتشيله بعد كده من القايمة، وتدخل الناس القايمة التانية اللي هيبقوا معاك او اللي هتشتريهم او الصفقات الجديدة اللي هتكون موجودة. كمان اعتماد ملابس نادي الزمالك من شركة نايكي. كمان المدير الرياضي بوليس والتسعة اللي معاه، وتوحيد المقامات وزي ما توحيد التدريب والحصص التدريبية وتثقيف المدربين والكلام ده كله. كلام جميل جدا جدا على الورق زي الفل، بنتقال كلام على الورق زي الفل، انما عايزين التنفيذ مهم جدا جدا. وده اللي هنشوفه النهارده من خلال مجلس إدارة نادي الزمالك والقرارات الثورية النارية التي تنطلق الليلة من نادي الزمالك. السولية بعد ما فاض بيه الكيل وراح اتعرض على السويحلي الليبي واكتر من نادي، وخلاص الراجل
بقى منه للسما، ما عادش حد بيقول له انت فين، بدأوا يعرضوه على نادي الزمالك. وطبعا كفايه السوليه، امتى رفضت تيجي الزمالك؟ من زمان يا مرتضى منصور، مش هتيجي بعد ما خلاص خلصت نقول لك تعالى الباب مفتوح لك. تالي السوليه بالنسبه لي مرفوض تماما دخوله بوابه نادي الزمالك. بكده اكون وصلت معاكم لنهايه حلقه اليوم. اترككم في رعايه الله، ولا تنسى دعم القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.